السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو عن أسعار الخضار والفاكهة في السوق. أول حاجة جبتها كان الخيار النهاردة يا جماعة كان ب10 جنيه، معرفش ده بلدي ولا سوق، بس كان ب10 جنيه. تمام، أعتقد إن هو كمان رخص. تاني حاجة جبتها اللي هي الطماطم كانت الكيلو ب6 جنيه. الكيلو الطماطم كان ب6 جنيه. ايه تاني؟ البطاطس هي دي الطيبة، البطاطس دي ست طيبة ومحترمة، كانت ب6 جنيه برضو. دي ارخص حاجة في السوق هي الطماطم فيه كمان كيلو ونص ب10. تمام. كمان جبت قلنا خيار وطماطم وبطاطس. جبت البتنجان كان برضو كيلو ونص ب10. كله يا جماعة بطاطس وبتنجان وقوطة كان كيلو ونص ب10. تمام، ده كان كيلو ونص ب10، دول كيلو ونص ب10. كمان جبت الفلفل مش عارفة كان بكام. الفلفل اللي هو الطويل ده مش عارفة كان ب10 باين او كام كيلو ب10، مش عارفة بتهيألي كان ب10. تاني حاجة بقى البصل، اخر حاجة البصل وقبل الاخير. البصل يا جماعة يعني حالته ملهاش برضو، يعني مش زي زمان. حلو البصلايه جميله، بتهيألي معرفش ده جديد ولا قديم، ده مزرع مش عارفه فين الجديد. يعني كل واحد مخزن البصل وشايله عشان يغلوا على مخاليق ربنا. كان البصل دوت، وفي كان ده احسن بصل في السوق. ماشي، كان البصل ده الاتنين ب25، واحده كبيره على كده يعني اهي محطوطه عشان ما يبقاش فيه بصل خالص. اما بقى المشكله الكبيره كمان جبت النعناع. طبعا النعناع في السوق كده هاتيلك شويه نعناع ونشفيهم، لازم يبقوا اللي عندها اطفال او لنفسها حتى. اليومين دول في الصيف لازم تشربي سوائل كتير. النعناع تحفه جدا، حطيه مع الشاي، اغلبي الصبح بيبقى تحفه جميل ومطهر للامعاء ومطهر للمعده. ماشي. الفاكهه كانت رخيصه في السوق. البطيخ طبعا يا جميل جدا في السوق. الموز كان ب15، بس بالهنا والشفا بقى على اللي كله. جبت 2 كيلو الشمام كان ب25 جنيه، الكيلو كان ب12 ونص. في فراوله، بس انا كنت جايبه فراوله ما جبتش. طبعا الزغلول الكبير انا مش عارفه ليه الزغلول الكبير ده، حد يقول لي الزغلول دوت الكيلو كان ب40 وب50، ولما رخص دول جايباهم الحبه دول ب100 جنيه. ليه يعني؟ زي دلوقتي كان بيبقى التوم ب5 وب6 جنيه، كان بيرمي في السوق التلاتة ب10. ده انا جايباه 3 كيلو ونص وبالعافيه. يعني عربيه جايه من عند زرع اللي هو بتاع اسمها ايه، من حقل اسمه ايه يا ربي مش فاكر. اللي يعني جايه من غيط، جايه من غيط كده. بس هو ده مش ناشف، يعني مش ناشف قوي ومش طري قوي، بس هو حلو. العربيه اللي هي بتبقى محمله زرع، بس هي كانت محمله حبه اكتر من دول. فكان الراجل بيبيعوا معاه ست كانت بتستنك ان هي هتشتريهم كلهم. يعني اللي عندها شويه يا جماعه توم لازما، او عندها فرصه ان هي تشتري توم. محدش عارف الاسعار هتبقى. دول يا جماعه حسب لي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ال3 ونص ب100 جنيه. حتى كل ما انا ماشيه جايبه التوم بكام، بس الصراحه كان جميل وحلو، عشان كده كان الست بتتشرب. اول ما الراجل وقف بالعربيه قالت له انا هشتري. بصوا يا جماعه جميل جدا. لو ليكي قدامك اي فرصه تشتري توم اشتري، محدش عارف بقى ده بكره يبقى ب100 ولا ايه، مش عارفه. انا جايبه 3 ونص ب100، الله المستعان. اهو الحمد لله ان في موجود، الحمد لله نشتري. في ناس يعني ما عندهاش، والحمد لله يا رب، ربنا يرزق الجميع. لو عجبك الفيديو يا ريت تحطي لايك واشتراك، فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.